السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة اليمام الإمر والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله تجهيزات اليمام للعش بتاعهم. طبعا ده جوز كان شغال. برضه قلت أوضح لكم حاجة. كان بيبيض على اليمين من القفص زي ما حضراتكم شايفين، وكنا مصورين فيديوهات قبل كده. دلوقتي بدأ يجهز ولم القش من كان هنا كله لمه في شمال القفص. فطبعا براحتها، وهي الحته اللي استريحت فيها وحبيت فيها، ماليش لا دعوه نقلت هنا نقلت هنا، مفيش اي مشكله. طب لو باضت مثلا في الاكله نفسها اعمل ايه؟ اشيل الاكاله واحط البيضه مكانها، واحط الاكله في اي حته تانية. لكن انقل البيضه احطها في اي زاويه تانية لا، سيب البيضه مكانها. مثلا لو باضت في الاكاله شيل الاكاله وسيب البيضه مكان الاكاله، وانقل الاكاله في اي حته تانية. كده او كده هي ايه، هتبتدي تاكل لوحدها من غير مثلا تقول الاكل كان هنا لا مش هاكل. لا، هي في الرقود مش هترقد، لكن الحته اللي باضت فيها سيبها فيها. طبعا ما شاء الله تبارك الله، بتجهز عماله تشيل وتحط وتعدل تاني. وادي الجوز ده برضك كان بيظبط ويعدل في العش بتاعه القديم، بس ده باض في نفس مكانه. طبعا دي باضت اول بيضه اهو، بس رميت لهم شويه برسيم اهو، بيبتدوا ينظموا فيه ويرتبوا فيه عشان ما عنديش بس قش. هي باضت اول بيضه، البيضه تحتها اهي. بيبتدي النتاية راقدة، والذكر بيبتدي ايه يجهز من حواليها والعش. طبعا المكان يا جماعة اللي تستريح فيه طبعا نسيبه، ما نجيش جنبه في اي حاجة تبيض وتلف براحتها وترقد براحتها، عشان ده المكان اللي استريحت ايه فيه. ودول بدأوا يلموا قش ليه بقى؟ عشان كان الزغلول اللي مطلعينهم الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل ماتوا. فايه الحمد لله ربنا عوضنا خير، وبدأت رمت لها قش تاني. لمت كله، وبدأ الذكر اللي بياكل اهو بدأ يزوف على النتاية. وان شاء الله ايه خير، ان شاء الله ايه قربوا يبيضوا كده. بس انا عايز اعرفكم يعني يا جماعة المكان اللي تنقل اللي تبيض فيه، بلاش اللي احنا ايه نحرك البيضة من مكانها. هي من مستريحة، مش احنا اللي مستريحين. اهي كانت على اليمين، كانت بترقى ومطلعة كذا بطن، يمكن بطنين تلاتة في الجنب اليمين. جيت احط لها القش، لقيته لمت كل القش على الجنب الشمال. خلاص مفيش اي مشكلة. وهو برضك دول مثلا ده في جنبهم، دول استريحوا مفيش حاجة. قعدوا ينظموا فيه شوية، وبعد كده ابتدوا ايه ياكلوا. ودول برضك نفسهم اهو. بصوا يا جماعة، بيقعدوا طول ما هما بايضين يقعدوا يظبطوا القش، يلموا القش، يظبطوا بعشهم، بحيث ان هما ايه يستريحوا في قعدتهم، يستريحوا في مكانهم كده، الحاجات دي كلها اهو. طب في حاجة تانية لا قدر الله، مثلا لو بايضين اهم او مطلعين وفي فرد طار، اعمل ايه؟ طبعا دي هنقول لك دي قدر انت ونصيبك. لا اما لو ذكر طبعا مش هيكمل، سواء في البيض او في التأكيل. بس نادرا لما يكون ايه حنين، ذكر حنين بيكمل في التأكيل، لكن ما بيكملش في الرقود البيض. لكن النتاية ممكن تكمل في الرقود، وممكن تكمل ايه في التأكيل. لكن مثلا وهي بيضة او مطلعة زغاليل، اذا كان ذكر او نتاية، ما ينفعش ان انت تدخل عليها، سواء لو ذكر تدخل عليه نتاية، وسواء لو نتاية تدخل عليه ذكر. تسيبه لحد ما يخلص خالص الرقود، اذا كان ذكر او نتاية او تأكيل زغاليل، وتبتدي ايه شوف لو كانت ذكر ماشي تجيب له نتاية، لو كانت نتاية تجيب لها ذكر. بحيث ان انت لو دخلت نتاية على ذكر وهي بيضة او مطلعة، طبعا مفيش تزاوج، هتلاقي ضرب وكل واحد هيضرب التاني. واذا كانت بتأكل مش هتأكل، لو كان ذكر مش هيأكل، لو نتاية مش هتأكل، لو كانت برضك بيض، لو نتاية راقدة مش هترقد. لو في حد غريب دخل عليهم خلاص كده الدنيا باظت ايه خالص. فاحنا عشان ايه نتلاشى كل ده، لو مطلعة او بيضة عندك ولا قدر الله حاجة ماتت او طارت، تسيبها لحد ما تخلص، وبعد كده تجيب سواء ذكر او نتاية. برضك ايه عندك حاجة بتعشش او كده، ده عاملهم القش وكتر لهم القش، مفيش اي مشكلة فيه. هما بيقعدوا يلفوا براحتهم ويقعدوا يظبطوا هما ايه عيشهم بمزاج. ودي خلاص اتمكنت بالرقود ما شاء الله، خلاص تمام كده راقدة وتمام التمام، مفيش اي مشكلة.
ودي كمان رقدة يا جماعة، بقالها بالظبط في حدود 10 12 يوم، ورميت لها لسه ارمي لها قش برضك ايه عشان اوريكم اللي هي مهما كانت راقدة بيقعدوا يلموا قش، مفيش اي مشاكل. والقش مش وحش طبعا، بيحافظ على دايرة البيض وبيحافظ على البيضة ما تجريش كده او كده، وبرضك بيدفيهم تقعد تلف تحتهم اهو. قش حلو جدا يا جماعة ليه. طبعا في ناس بتسأل انواع القش ايه. القش يا جماعة عادي، برسيم، قش اصفر من اللي بتبقى عند السباكين، في ناس بتحط كلينة، اي قش، اي قش تلاقيه حطه، لكن ابعد عن الحاجات القطنية اللي بتشبك في ضوافرهم، البلاستر والحرير والحاجات اللي عاملة زي القطن دي، او التنجيد اللي عامل زي القطن ده. الحاجات دي كلها بتأذيهم في ايه؟ تشبك في ضوافرهم، تلف على ضوافرهم، ساعات بتلف على منقارهم، ساعات البودرة بتاعتهم بتيجي على عينيهم، الحاجات الخفيفة كده، الهبو الخفيف بتاع القطن ده بيجي على عينيهم. الحاجات دي كلها بتأذيهم، فخليك في القش الناشف احسن اللي مفيهوش بلاستر. الجوز دول برضك رميت لهم قش، برضك النتاية لقيتها جت لسه عمالة تظبط فيها اهو. طول ما هي في الاول بتنظم كده وبترتب يعني ايه ان شاء الله بتجهز للبيض. بس برضك انت تقول جهزت القش حبيت تاني يوم، لا، ممكن تبيض لك مثلا بعد اسبوع، بعد 10 ايام. هي بتقعد بس ايه، تقعد ترتب وتنكش القش ترتبه تاني، مفيش اي مشاكل، سيبها براحتها خالص. ان شاء الله هتلاقي ايه، حنت للمكان اكتر وتلاقي ايه باضت. اه، تقعد تتقص المكان كده وتجيب هنا وتجيب الشمال يمين واليمين شمال، وتجيب ده شوية هنا وده شوية هنا وتلف كده. الحاجات دي كلها برضك ايه تجهيزات وحاجات لايه للاش، ولو بايضة هتطلع برضك ايه مفيش اي مشكلة. ايه، يظبطوا قعدتهم، تقعد ازاي وهترقد ازاي وتلفوا كده وتجيب ده كده. ده هنا الزغلول ما شاء الله كبر اهو، قرب يتنقل اهو. هما بيحبوا القش جدا. بص، ممكن يكونوا بتنقلوا المكان اللي يستريح فيه المكان التاني اهو. طبعا هتطلهم القش برضك على اليمين، هي بتنقل على الشمال اهو. طبعا هسيبها براحتها اهو، يعني انا حطه على اليمين اهو، لقيتها بتنقل والله لسه بالصدفة اهو على الشمال اهو. برضك هسيبها براحتها بحيث اللي هي ايه مخوفهاش من يعني لما تيجي تبيض كده واول مرة تبيض ودول اول مرة يبيضوا، ما حسسهاش بقلق خالص. لازم اديها الامان بحيث ان هي تبيض هنا تبيض هنا شمال يمين اي حتة، المهم ايه تبيض. اهو، تاخد من هنا تنقل هنا زي دول بالظبط اهو، خدوا يمين نقلوا شمال ومستريحة اهي. بصوا يا جماعة، كان القش يمين بتنقلوا شمال اهو. بصوا لمت قد ايه اهو. وادي بتجيب القش. بصوا لفت ازاي يا جماعة، بصوا بتلف ازاي، بصوا سبحان الله، التلف ده كله حواليها تحضن البيض وكده. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.